الاكوان المتعدده. ايه هي نظريه الاكوان المتعدده وازاي وصلوا ليها؟ ازيكم عاملين ايه؟ طبعا دي عوده بعد غياب طويل قوي، طبعا تبقى عوده بمحتوى مختلف خالص، مش هيبقى جيمنج ولا رياكت ولا اي العبط اللي انا كنت بعمله زمان ده. أنا كنت عيل صغير. المهم مالناش دعوه بكل ده، احنا دلوقتي عايزين ايه بقى؟ نتكلم عن نظريه الاكوان المتعدده، وهي هي اساس النظريه ومين اول واحد تلعب النظريه دي. يلا بينا نخش الفيديو. الاكوان المتعدده او بالانجلش ذا مالتيفيرس، او برضه ممكن تسميها باراليل يونيفرسز، مش هيجرى حاجه يعني. نظريه الاكوان المتعدده هي نظريه مكونه من افتراضات لعده اكوان بيبقى فيهم الكون بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده، وهي نتيجه لحبه نظريات علميه بتقول ان في اكتر من كون واحنا مش لوحدينا في العالم ده، وبتكون تفسير نظريات الكم في علم الكونيات. في الاول خالص عايزين نعرف الكلام ده جه ازاي. سنه 1954 كان في واحد اسمه هيو ايفرت، ده كان عالم فيزيائي اتولد في امريكا وعاش طول حياته هناك. وهو اول ما اقترح النظريه دي بيقول ايه الراجل ده بقى يا سيدي؟ بيقول ان الكون اللي احنا عايشين فيه ده في اكوان كتيره قوي شبهه، ويقول لك ان في اكوان متفرعه من الكون بتاعنا، والكون بتاعنا متفرع من اكوان تانية برضه. في الاكوان التانية هتلاقي ان الاحداث ليها نهايات مختلفه غير النهايات اللي حاصله عندنا في الكون ده. هتقول ازاي؟ هقول لك. بص المثال ده، انت واحد وحيد مش بتعرف تعمل صحاب، محدش بيحبك، صاحبتك سابتك، وانت ممكن تكون بقى في عالم تاني انت مشهور وكل الناس بتحبك وبتعرف تعمل صحابك وعندك صحاب كتير. او مثلا هتلاقي مثلا هاري ماجواير معاه 10 بالون دور، وكريستيانو هداف برشلونه، وميسي واخد اليورو. بيقول لك برضو ممكن الحروب بيبقى ليها نهايات مختلفه، زي مثلا في الحرب العالميه الثانيه هتلر ما يكونش انتحر وهو كسب الحرب، او ممكن ما يكونش احنا اتطورنا لدرجه بما فيها الكفايه ان احنا نقوم بحرب ونكون انقرضنا زي الديناصورات عندنا كده. رغم ان الفكره تبان ان هي غريبه لو انت اول مره تسمعها، بس دي زمان اول ما هيو ايفرت طلع قال النظريه دي كانت عامله قلق ما بين كل الفيزيائيين ساعتها عملوا دراسه لقوا فيها ان الجزيئات بتاخد اشكال غريبه زي الفوتونات، ممكن تبقى جسيمات وموجات، كانك قاعد مثلا في مطعم قدامك كوبايه مانجا، يا دوبك لفيت وشك رجعت تاني لقيته مثلا طبق كاليماري. والكلام ده تعرف بمبدا اللا يقين لفيرنر هايزنبرج، بس مش هايزنبرج ده اللي احنا عارفينه، لا هايزنبرج ده. وده كان عالم ألماني حاصل على جائزة نوبل لسنة 1932 لاكتشاف واحد من أهم مبادئ الفيزياء الحديثة، وهو مبدأ اللا يقين أو مبدأ عدم التأكد. المبدأ ده بقى بيقول إيه؟ المبدأ ده بيقول لك إنك بمجرد ما تشوف المادة الكمية فأنت بتأثر على سلوكها، فما بتعرفش تتأكد من طبيعتها ولا صفاتها. والكلام ده عن هايزنبرج تيجي ظاهرة اسمها التراكم الكمي أو كوانتم سوبر بوزيشن، ودي كانت ظاهرة محدش فيهم قدر يعرف سببها لحد سنة 1926. نيلز بور وهايزنبرج وصلوا لتفسير النظرية دي وسميه تفسير كوبنهاجن أو كوبنهاجن انتربريتيشن. التفسير ده بيقول لك ان الجسيم الكمومي وعيونه ومنطقتها غلط بيبقى في مكان واحد، لكن بيبقى في كل الاماكن المحتمله في وقت واحد. وفي سنة 1957 هيو ايفر طلع واتكلم عن النظرية زي ما قلت لكم في الأول خالص، إن هو أصلا صاحب النظرية دي. في حاجة في ميكانيكا الكم بتقول لك إن كل قرار أنت بتاخده في حياتك بيقسم الكون اللي أنت فيه ده لتايم لاينز، وكل تايم لاين واحد بيبقى فيه أكوان كتيرة قوي. يعني مثلا أنت في الكون ده قررت إنك تنزل تاكل آيس كريم، في الأكوان التانية أنت نزلت، بس في كون أنت نزلت وما أكلتش آيس كريم، رحت مثلا مشيت على البحر أو على الكورنيش. كون تاني نزلت رحت قعدت على القهوة، كون تالت نزلت خرجت مع صحابك، وهكذا. الاحتمالات لا نهائية في حاجة زي دي. اي حاجه انت بتعملها هنا في الكون ده انت في نسخه منك في كون تاني بتعمل نفس الحاجه دي، مش هي بطريقه قريبه، يعني زي كده المثال ده بتاع الايس كريم. وده برضو اللي تفسير كوبنهاجن حاول يوضحه للناس، نفس الكلام اللي انا لسه قايله. نيجي في الاخر بقى، تعال اقول لك على حاجه. في 72 واحد من الفيزيائيين العتاوله طلعوا عملوا بحث وقالوا فيه في سنه 1995 ان تقريبا 60% بيصدقوا ان النظريه دي صحيحه، لكن يظل كل ده تخمين ومفيش حاجه دلوقتي بتثبت ان النظريه دي صحيحه. وانت بقى قول لنا انت مصدق ان النظريه دي صح ولا لا. بس كده يبقى اول فيديو عندنا في القناه، وان شاء الله دي هتبقى سلسله نظريات، هيبقى فيها اكتر من نظريه، يعني مثلا زي نظريه الاكوان المتعدده او الاكوان الموازيه او المالتيفيرس او الباراليل يونيفرس، سميها زي ما تسميها براحتك. عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق ما تصدقش. انا عن نفسي انا مصدق. بس كده اشوفكم بقى في فيديو جاي، سلام.